الذهب رايح على فين في النص الثاني من 2024؟ اول حاجه واحنا بنتكلم على سعر الذهب لازم تعرف ان الذهب بيتم تسعيره في مصر على اساس حاجتين، اول حاجه سعر الذهب العالمي، وتاني حاجه سعر صرف الجنيه قدام الدولار. وعلى عهده بلومبرج قالت ان مؤسسه سيتي جروب، ودي من اكبر المؤسسات المصرفيه في امريكا، توقعت ان سعر اونصه الذهب هيزيد السنه دي بنسبه 40%، وقالت ان ده بسبب ان البنك الفيدرالي الامريكي اعلن عن نيته انه هيخفض سعر الفايده خلال السنه دي، وبالتالي الذهب هيكون اكتر الادوات اللي هتجذب فلوس المستثمرين الفتره الجايه. طالما هيرتفع سعره عالميا اكيد هيزيد سعره في مصر بالتبعيه، وحاله عدم الاستقرار السياسيه والجيوسياسيه اللي احنا بنشوفها طبعا اثرت على حركه التجاره العالميه وتكلفه الشحن الدولي في دول كتير، ومصر كجزء من المنطقه اكيد اتاثرت، وعشان كده في فلوس كتير هتروح للذهب اكتر من اي حاجه تانية، عشان الناس تقدر تحافظ على قيمه الفلوس دي من الازمات لحد ما الوضع يستقر شويه. رابع حاجه ولازم ما ننساهاش ان الذهب استثمار طويل الاجل، على الاقل 3 سنين، ولو بصيت على سعر الذهب في مصر خلال ال10 سنين اللي فاتوا هتلاقي سعره زاد 12 ضعف. في الاخر قرار الشراء او البيع ده لازم يكون قرارك انت وعلى حسب ظروفك. المهم لما تحط فلوس في الذهب لازم تكون بتحط فلوس انت عايز تحوشها وتكون زايده عن حاجتك. قول لي في الكومنتس انت متخيل سعر الذهب هيروح فين السنتين 3 اللي جايين؟